بصوا الصوت ده، اوعى وشك، ده مفيش زيه اتنين. هو ده الجند المصري. ده حيوان مفترس اسمه الوشق البري او الوشق المصري. ده هو اتسحب من حدود مصر كده وطلع على اللي ما يتسموش، ايوه دول اللي انتوا شايفينهم دول، وقام ترك هجم عليهم طق 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 وخلص. كل السوشيال ميديا اتكلموا عنه، هو ده مفيش غيره، وما يعلم جنود ربك الا هو. ولا همه سلاح ولا طبنجه ولا اي حاجه، وحش، بس وحش مصري يا ابني. والله العظيم هننتصر، بس امتى مش انت اللي تحدد الوقت ده ولا انا، وانما اللي يحدد وقت النصر وطريقة النصر هو رب العالمين. عاوزك تحسن ظنك في ربنا، ودايما خليك فاكر وان الله على نصرهم لقدير. طب ليه بيأخر الكلام ده كله يا ابني؟ ما انا قلت لك قبل كده، حتى يميز الخبيث من الطيب، ويأخر البعد علشان يوم القيامة ليزدادوا عذابا فوق العذاب. واما اخواتنا هناك المحترمين الطيبين الجمال ليتخذ منهم شهداء عشان يدخلهم الجنة. هي الجنة سهلة؟ كده كده هيموت، يبقى يموت موتة حلوة وشريفة ويخش الجنة، والتاني يوم القيامة يطلق. اصبر فنصر الله آت. بس كده، وصلى على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام.